السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة يا رب. بصوا بقى، انا كنت قاعدة النهاردة فاضية وقلت بقى ايه، كان عندي الطاسة دي كانت تعباني قوي وعامله لي نفسيتي خالص. كنت كل لما اجي احمر فيها حاجة كنت بقى متضايقة قوي. فقلت بقى ايه، بدل مش ورايا حاجة اعملها معاكم. إيه، رحت بقى ايه، جبت بقى الطاسة، فضيت منها الزيت، قلت افضيه خالص، او غسلتها طبعا عشان ما يتحرقش معايا. ورحت بقى ايه، حطيتها على النار بتاع 5 دقايق كده. وجبت بقى حاجة سكينة كده من عندي اللي هي بقطع بيها الجلاش والحاجات ديت. ورحت بقى ايه، قعدت اكحت فيها كده. بص، طلعت حاجات فظيعة. وهنا جبت برضو اللي هي السلكة ديت الخشنة، حلوة قوي على فكرة. بص، هفضل بقى اكحت كده لحد ما كل حاجة تطلع، واولع النار تاني واطفيها واولع النار تاني طبعا عشان الغاز. بس انصح يعني اني لو انت عندك انبوبة بلاش، عشان خاطر هتسحب جامد جدا، وطبعا الانبوبة غالية، فهتبقى الموضوع مكلف عليكي. انا بقى الطاسة ديت كنت قرفانة منها جدا، وكنت حاسة كده ان هي عايزة ارميها واجيب غيرها وكده، بس قلت طب حرام، طب ما انا لما هجيب غيرها برضو ممكن تعمل زي كده، يبقى انا كده ما استفدتش حاجة. فانا قلت اجرب كده افتح النار، ان هي اصلا مكومة زيت يعني. فقلت طب وانا هعمل ايه يعني، انا هولع النار وكده كده هتعمل معايا. وفعلا عملت كده بكل سهولة. بصي بالكحاتي بس كده بتطلع. طول ما النار بتبقى جاية عليها فبسرعة، لما بتبرد بتبقى صعبة بالكحاتي، لكن لما تبقى بسخنة ملهلبة كده بتشال بسرعة. بس خدي بالك عشان خاطر ب- بتلسع البتاعة، بتبقى سخنة اوي الطاسة، واللي بتنور منه ده بيبقى مولع بقى، فلو جه على جسمك بيلسعك. فعلى مهلك، والبسي حاجة في ايدك عشان خاطر انا اتلسعت كذا مرة ومكنتش عارفة اكمل بسبب اللسعات. بس قلت بقى اطلع اقول لكم عشان بصوا، هي الطاسة ديت اللي في كل بيت اعتقد، يعني هي الحاجة الوحيدة اللي بتبقى عاملة لنا أزمة كده وكابوس في حياتنا. والواحد بصراحة بيبقى محرج، يبقى عنده حد مثلا واقف معاه في المطبخ، وبيكون مثلا بيحمر فيها حاجة، او انا مثلا دلوقتي بصور بعمل لكم فيديو او كده، فالواحد بيبقى مكسوف ومحروج. فكده احسن. بس انا بقى فكرت ان انا بعد كده مش هسيبها كده تاني. بالذات لما بقى مثلا بقلي مثلا بطاطس فترة طويلة، او بعمل حاجة بتاخد وقت معايا في الطاسة. لا، مش هسيبها كده تاني. اول ما هخلص احط الزيت في حاجة لو فيها يعني لسه زيت نضيف. وبعد كده امسكها بقى مثلا بالسلكة اللي هي الخشنة على طول، فهتطلع كل حاجة بسهولة. بصوا السلك هنا كانت حلوة، مساعداني بصراحة، بس طبعا كانت ملهلبة، انا ما كنتش قادرة. بس هتنضف برضو معانا وتبقى احسن من ما فيش خالص، عشان هي بصراحة كانت متبهدلة. فانا هنضفها على قد ما هقدر وهتبقى كويسة. بس طبعا من كتر ما انا قعدت اكحت فيها وكده، سايبه طبعا اثر التكحيت ده، بس مش مهم يعني. اهم حاجة اللي جوه، عشان هو ده اللي بيبقى فيه الاكل وكده. وانا بصراحة حابة الطاسة ديت، انا بحبها، بس كنت متضايقة ان هي اتبهدلت مني كده. بس عادي يعني، ادينا عملناها. هي خدت بصراحة وقت مني كبير قوي. انا فكرت ان انا اجيب ستريس او باور او اي حاجة اللي هي بتنزل الدهون، بس عايزة اقول لكم والله انا حطيت الستريس والحاجات ديت ما كانتش راضية تطلع. ان الحاجة متراكمة وعاملة قشرة كبيرة، فمستحيل ان هي تتشال بحاجة كده، رش او اي حاجة وكده مزيلة للدهون، لا.
الحاجات دي لا ما شالتش. فعشان كده بقى رحت قلت مفيش غير حاجة واحدة هي النار اللي تعمل معايا الموضوع ده. وبصراحة انا ما توقعتش هتبقى كده، كنت فرحانة جدا بصراحة. بصوا هنا بحاول بقى ان انا اشيل كل اللي جوه دوت واللي بره، بس اللي بره كان صعب كمان. بس انا قلت اللي بره هقدر اشيله بسهولة بعد كده، بسبب ان انا ايه، آه الطاسة بتبقى مثلا لما بتيجي تولعيها بتاخد فترة مثلا عقبال ما الزيت بيسخن وعقبال ما انت ما بتحمري حاجة، فبتقعد مثلا نص ساعة تلت ساعة بتحمري الحاجة. فهتكون خدت كمية سخونة جامدة، فلو انت حطيتي اي حاجة عليها هتتشال، سكينة بقى، سلكة اي حاجة هتتشال. فقلت مش مهم اللي بره. بص انا برضو بحاول ان انا اعملها وسخنت برضو النار عليها، ومش عارفة بقى. بس انا بصراحة شلت منها شوية بس ما شلتهاش خالص، قلت عشان خاطر تعبت ايدي وكانت وجعاني بسبب ان انا اتلسعت. واللسعة كانت مقرفاني وكنت عايزة اخلص. طبعا احنا هنا بوظنا البوتاجاز، بس عادي يعني كله هيتعمل. اهم حاجة الطاسة ما تبص مننا اكتر من كده، عشان حرام الحاجة بقت دلوقتي غالية. وبص مثلا انا جايباها من 6 سنين، أنا مش فاكرة كانت عاملة كام، بس دلوقتي هتبقى برضو مش اقل من 200 اعتقد يعني. هي الطاسة اصلا يعني هي كبيرة مش صغيرة، ف حلوة، فانها تبوظ فدي خسارة. لو عجبكم بقى الفيديو ياريت بقى تدعموني وتفرحوني كده، وتكتبوا لي في التعليقات هل الموضوع ده فعلا جاب معاكم نتيجة ولا لأ. ولو في حد مثلا تعرفوه اعملوا مثلا منشن ليه وابعتوله وخليه يستفاد، ان بجد الموضوع دوت بعد ما بتعملي الطاسة بتستريحي كده، بتحسي اللي هو ياه انا رجعت الحاجة تاني، تحسي كده ان انت عملتي حاجة كانت مستحيلة، وبتبقي فرحانة. يعني في بصراحة ناس كتير يعني ممكن تكون فعلا زهقت من الطاسة وكده، وممكن ترميها من كتر ما هي قرفانة منها. بس الفايدة بعد ما هترميها ايه اللي هيحصل؟ ان هي بعد ما هتتجاب برضه هتتراكم برضه دهون تانية، فيبقى احنا كده ما عملناش حاجة، احنا صرفنا بس فلوس على الفاضي. فانا بس يعني انا اللي جه في دماغي ان انا كنت هعملها، بس قلت لازم اصورها لكم واعرفكم ان انتي مستحيل ترميها تاني بعد كده. حتى لو انتي ما غسلتهاش برضو اول باول عادي ممكن برضو تعمليها تاني وتالت ورابع، المهم ان انتي ما ترميش حاجتك. انا ما عنديش بس غير الطاسه دي، لكن أنا الحمد لله عندي الالمونيا وعندي كل صواني وكل حاجه، ما فيش اي حاجه عليها غير بس اللي هي الطاسه ديت بس. البوتاجاز بقى ايه بعد ما انا ما اخلص كده، جبت بقى حته وقلت بقى ايه مبلوله كده من شويه، ورحت قعدت امسحها. بس انت يعني لو عندك اللي هي الفرشه ديت والجاروف كده تلميه الاول، وبعد كده تعمليها بكل سهوله يعني ما تقلقيش. عشان انا بصراحه يعني فكرت يعني ان انا احط الصينيه واكحت عليها وكده، بس قلت طب ما لما هحطها هل البوتاجاز انا محتاجه العين وتبقى شغاله كل شويه، فانا يعني هفضل كل شويه بقى اطفيها واروح للطاسه ومش عارفه ايه. فقلت لا ما هبقى لا مش هينفع خالص، لازم ابقى واقفه على البوتاجاز كده عشان على طول الحاجه تبقى سخنه والعين تبقى شغاله. انا بص لو خدت بالكو انا عاملاها الناحيه التانية عشان العين تاخد برضو اي حاجه جوه تسيحها لي، يعني النور برضو كانت شغاله مش قافلاها. بص بس طلعت بلاوي بصراحه. انا عملت بالمعلقه ديت علشان خاطر كانت عريضة، وكنت عارفة امسكها يعني مش هتعورني ولا حاجة، عشان كنت بصراحة خايفة من البتاعة الصغيرة السكينة دي، عشان هي حامية قوي، كنت خايفة امسكها اتعور.
فعجبتني المعلقة، كنت بعمل كده شوية وكده شوية. بصوا الحتة دي بقى بصراحة مرضتش تطلع خالص، فقلت يعني كل ما ابقى مولعة النار هبقى اعملها مرة على مرة فهتطلع. بصوا هنا بقى اتلسعت، ان هي كانت سخنة مولعة وانا اتلسعت لسعة وحشة قوي. فخدوا بالكم بالله عليكم، عشان اللسعة بتبقى، ربنا يكفيني يا رب كده النار يا رب، بتبقى صعبة بالذات في اللسع. بس كمان يعني يا ريت ما مثلا ما تبقاش عندك عيل يبقى تحتيكي او كده، عشان الحاجات اللي بتتنطور دي بتلسع، عشان ما تجيش عليه يا حبيبي مثلا يتعور ولا حاجة، بعيد يبقى احسن. مثلا العيل في الحضانة، انا بنتي كانت في الحضانة، وبنتي التانية كانت معايا، بس كنت بره، كنت بكلمها وهي بره عشان خاطر خايفة احسن تخش وتتلسع وكده. كنت عمالة اضحك عليها بقوطة، كل شوية اديها قوطة عشان تبعد عني. لو الفيديو بقى عجبك يا ريت بقى ما تنسنيش بقى باللايك الجميل، وتشجعيني وتكتبي لي كده استفدتي ولا لا. وانا لو اي حاجه كده جت في دماغي ان هي ممكن فعلا تفيدكم اكيد هعملها على طول. وبحبكم في الله يا حبايبي، والله انا بفرح قوي بالتعليقات بتاعتكم. وبس مش عايزه اكتر يعني انكم تشجعوني. انا بصراحه انا زي ما انتوا عارفين انا لسه بادئه، وبحاول ان انا افيدكم. ان انا بصراحه انا على قد ما انا بحب اعمل الفيديوهات ديت ايا كان بقى، كانت اكل او ترويق او اي حاجه، آه عايزه احس كده ان انا ليا ناس بتحبني، بيتفرجوا عليا، بيحبوا مثلا المحتوى اللي انا بقدمه، بس مش اكتر يعني. وادينا يعني ننصح بعض، اللي عنده حاجة يقولها، اللي بيفيد حد التاني يبقى يعرف كده. بصوا بقى انا هنا، بصوا كانت عاملة ازاي، طبعا بقت زي الفل، طبعا غير الاول خالص. لو شفتوا الاول كانت عاملة ازاي ودلوقتي طبعا كانت عاملة ازاي. انا طبعا هنا على قد ما قدرت طلعت كل اللي جو اللي بره، بس كان اكتر حاجة هماني اللي جوه.